مفازة عملت 3 تتبيلات جديدة للفراخ عشان توفر علينا وقفة المطبخ، وهجرب معاكم التتبيلة المكسيكية اللي أنا بحبها. عملت معاها رز مكسيكي، وعايزة أقول لكم إن دي من أحلى المرات اللي أكلت فيها الفراخ بالتتبيلة دي. واول حاجه في وصفتنا النهارده هنبدا بتسويه الفراخ. هي الفراخ بتيجي جاهزه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنرصها في الصينيه وبنسويها حسب التعليمات اللي مكتوب عليها. انا رصيتها في الصينيه ودخلتها الفرن، وعايزه اقول لكم ان فعلا كل التعليمات اللي مكتوبه مظبوطه جدا، والفراخ طلعت خطيرة. وللرز هنبدأ نحط زيت زيتون أو زيت عادي، بصلاية متوسطة، وهضيف فلفل حار مع فلفل أخضر. هو المفروض فلفل حار بس أنا زودت فلفل أخضر عادي. هنقلبهم شوية وبعد كده هنضيف معلقة من الثوم، وأكيد هنضيف التوابل اللي هكتبها لكم كلها تحت الفيديو لأنها كتيرة شوية، وده اللي بيميز الرز بتاعنا. هنبدأ نقلبها بالشكل ده مع البصل والفلفل، خلوها تاخد وقتها في التقليب. وبعد كده هنضيف كوباية من الطماطم ومعلقة من صلصة الطماطم، ومتنسوش رشة السكر، وهنضيف الرز ونقلبهم كله مع بعض كويس. عايزة الرز ياخد من النكهات دي كلها. واخر حاجة هضيفها نص كوباية من الذرة، واكيد هنضيف المية السخنة بس ما تزودوش قوي لان كل الخضار ده فيه مية. وهغطي واسيبه يستوي. جربوها هتحبوها قوي.